انشقاق جدار مسجد الكوفة من علامات الظهور. واضح؟ انشق جدار مسجد الكوفة وتحققت علامة من علامات الظهور. والواقع أيها الأحبة، هذا الخبر الآن بدأ ينتشر كخبر الشعر في القرآن في سورة البقرة، انتشر وخبر عاجل، والكثير ينشر هذا الخبر. وأنا أتساءل أيها الأحبة، نحن أتباع الدليل نميل معه حيثما مال. تعالوا أيها الأحبة، هل توجد علامة من علامات الظهور انشقاق جدار مسجد الكوفة؟ واضح من جهة باب الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف توجد علامة. أولا أيها الأحبة، لا بد قبل أن ننقل الخبر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي نتداول ذلك وننسب ذلك إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله. هذا كذب أيها الأحبة، والكذب نضمن على رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أئمة الهدى سلام الله عليهم واضح إن شاء الله نفس الشيء، من كذب عليهم فليتبوأ مقعده من النار. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وعلي عليه السلام. تعالوا أيها الأحبة، توجد لدينا علامة. الواقع أيها الأحبة لا توجد في الروايات مثل هذه العلامة. دفع الله البلاء عنكم. الواقع أيها الأحبة، انظروا هذا متى حدث. أولا حدث كما ينقل المهندس المشرف على مسجد الكوفة ب1/8/2013. 1/8/2013 صار تشقق بأحد أبراج باب الحجة. المهندس يقول هذا موجود، هذا الشق، هذا الفطر. واضح إن شاء الله. وين موجود أيها الأحبة؟ هذا الشرخ وين موجود؟ موجود قبل 4 سنوات، يعني قبل 1/8 ب4 سنوات، بال2013 نقص يعني بال2009. هذا الشرخ موجود في جدار باب الحجة. واضح؟ قبل 4 سنين يعني بال2009 أيها الأحبة. قال الآن توسع بسببنا أيها الأحبة. إذن هذا الأمر قديم. أولا توسع بسبب يقول استعمال المطارق العملاقة. وين؟ لما سووا النفق اللي مقابل مسجد الكوفة. واضح؟ هذا شارع الكوفة مقابل مسجد الكوفة، هنا سووا نفق سموه نفق مسلم بن عقيل. شنو استعملوا لهذا النفق؟ استعملوا المطارق العملاقة. إذن هذا واضح. لما استعملوا المطارق العملاقة شنو أدى ذلك أيها الأحبة؟ إلى زيادة الشرخ اللي موجود من 2009. إذن هذا الأمر قديم يا أحباء رسول الله. هذا أمر. أولا أنه هذا الشرخ وهذا واضح إن شاء الله، هذا الشرخ اللي موجود، هذا الانشقاق اللي موجود قديم من 2009 وتوسع بال2013 بسبب استعمال المطارق العملاقة أيها الأحبة من أجل حفر نفق. والنفق هسه الأخوة السيارات قاعد تروح وتجي عليه، نفق وسموه نفق مسلم بن عقيل سلام الله عليه. إذن هذا قديم أولا وليس خبر عاجل. الشيء الثاني واللي أريد أكد عليه أنه لا توجد في الروايات علامة من علامات الظهور. واضح إن شاء الله. شرخ في جدار مسجد الكوفة، انشقاق ماكو في جدار مسجد الكوفة، ما عندنا من علامات الظهور يا أمة الإسلام. ما عندنا من علامات الظهور أنه هناك شق أو شرخ في جدار مسجد الكوفة، ما عندنا هذا من علامات الظهور. الرجاء أيها الأحبة لا نأتي وننسب إلى أئمة الهدى أخبار كاذبة لا صحة لها ونتداول ذلك بكثرة وننقله على وسائل التواصل الاجتماعي ونقول خلاص لقد تحققت علامة، وهذه العلامة من علامات